السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ امور كلشي مزيان؟ اليوم بغيت نصلح بسبوسه امي انا مشاركه معكم من قبل، ودابا بغيت نعاودها مره اخرى وغادي نعطيكم المقادير. بسم الله توكلنا على الله. اول شيء كندير كوب سنيده، نفس الكوب كنمشي به جوز الهند، حليب بودره، القشطه، 3 بيضات، ملعقه بيكان بودر، كوب زيت، كوب ونص سميد. هذه هي المقادير اللي كندير فيها على هذا الشكل هذا، وانا غادي ندير معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. وهنا البنات هذا هو الشكل ديالها على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نحط وغادي ندهن هاد الصينيه، كندهنها انايا بالطحينيه. وهنا البنات من بعد ما البسبوسه خلاص تحمرت على هذا الشكل هذا، دابا غادي نسقيها بسيران اللي هو سكر، وتحطي فيها شويه ليمون ومويه بس تخليه يطبخ على النار. ايوا صافي. المهم دابا ها هي تحمرت، غادي نقطعها ونسقيها، وغادي نزينها هاد المره باللوز. بالعاده انا تنزينها بالفستق، صراحه تعجبني بالفستق، مي ما عنديش الفستق، عندي اللوز واجد. صافي غادي نزينها باللوز وغنوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما نزينها. وهنا البنات غادي ندير اللحمه، غادي ندير مرق بالباميه، المهم قطعه البصل، هنا غنحط عليه اللحم. وبالنسبه للتوابل غنحط ملح، فلفل اسود، كركم، شويه بابريكانا وزيت. هادشي اللي غادي نحط في التوابل، وانا غادي ندير معكم شويه شويه غتشوفوا. هذه هي اللحمه، دابا غادي نحطها على النار ونحط عليها التوابل. ونمشي نشوف الفرن حاطه فيه البسبوسه، نشوفها واش كملت. خلينا نكمل معكم شويه بشويه. هنا البنات كتقطعي على حسب الناس اللي عندكم. وهنا قطعت 4 تاع الدجاجات وتصليهم بالخل والملح، وغادي نحط فيهم الثوم، غنحط كاس تاع الليمون، والبهارات غنحط فلفل اسود، كركم، بابريكانا، جنجبيل، اورغانو، وغادي نخلطهم مزيان. غادي نقطع معاهم نخليه شويه يتبل، ومن بعد غنقطع البطاطس مكعبات صغار، ماشي بطاطس كبيره، مكعبات صغار، والملح. يعني بطبيعه الحال الملح راه طبعا داكشي ضروري، الملح هي الاساس. المهم غنوريكم بعد ما نتبل الدجاج غادي نوريكم كيفاش الشكل ديالو. وكما شفتوا على هذا الشكل هذا، هاي البهارات اللي حطيت، كركم، فلفل اسود، ملح، اورغانو، ثوم. خلاص دابا نحيو زيت زيتون وليمون. صافي غنتبلو مزيان ونخليه يشرب واحد الساعه هكاك، ومن بعد نحط عليه البطاطس وندخلو للفرن. ومني يستوي غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. صراحه كيجي زويون، مع كيجي بديك الطعم ديال الاورغانو، كيجي زوين مع اصلا كتبات البطاطس وهذا مع الاورغانو كتجي زوينه صراحه. وهنا البنات صافي درت البقدونس،
صافي. واللي كيعجبو الكمون يحط الكمون، اللي ما يحب طعم الكمون لا يحطه. الصراحه انا حاطه الكمون، بس في ناس كتير ما تحب الكمون في الاكل، مي انا حطيته. صافي دابا نسد عليها ونخليها واحد الساعه هكا كيشرب القوام ديالو مزيان، عاد نولع على الفرن. هنا البنات هذه هي اللحمه بالباميه، حطيناها في الحافظات لين الاكل غادي يمشي للمزرعه، هذاك الشيء علاش. المهم ها الباميه ها هي كملت، مرق لحمه مع الباميه على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نغرف الرز وغادي نوريكم هو الدجاج. المهم هذا هو كان العشاء، كان العشاء طلعناه للمزرعه. وهذا البنات هو الدجاج بعد ما تحمر، بعد ما طاب وتحمر كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين ما شاء الله، كيجي محمر صراحه. جربوا هاد الطريقه كيجي غزال. ودابا حاليا غادي نقدمو في. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل هذا. جربوا البنات وردوا عليه تعليق، صراحه والله كيجي ولا اروع، تيجي محمر. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الرز، كيجي على هذا الشكل هذا. هذا هو كان العشاء اليوم. هذا كله رز ديال اليوم. هادشي كلشي دابا حاليا غيمشي للاستراحه. المهم هذا هو كان العشاء، كان مرق باللحمه وملوخيه ومرق دجاج وسلطات. بس كل واحد صراحه فين تكون المزرعه كل واحد كيجيب اطباق، يعني مو بيت واحد كيجيب طبق، كل بيت كيجيب طبق معاه، كيكون التنويع. ومن هنا تنقول لكم مع السلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. واذا عجبكم هذا الفيديو اشتركوا عندي في القناه فضلا وليس امرا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. هنا كنحط البصل، هاكا خصني نحط البصل. احنا كنتسارى وكندورو. مشيت بغيت نصور معكم الخرفان كاين تما خرفان، وهذا لقيتهم ساكن نعسو، قلت لهم خليكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، خليتهم ينعسوا ما نخربش نومتهم حتى المره الاخرى ان شاء الله. ننزل راه البيت ديالهم فين راه تيبان منه شويه تما فين كاين الخرفان ناعسين دابا، يخليهم يصبحوا على خير. المهم هذا الشيكو هذا كله هنايا غير نخل اللي هي ها كاين الملعب، وهذا الشيء اللي كاين. هاد الارض كامله تيكون فيها ايام العاديه تيكون فيها الربيع بقوله. هذا اللي كندير السلطه الجرجير، الطوماط، هذاك الصود الحديد اللي تيكون فيه الطوماط. دابا حاليا شفت ما كاين والو.